شايفين هادي؟ شايفين المنظر؟ شايفين؟ بصوا كده المنظر ده. ها شايفين المنظر ده؟ ها بصي شكلك حلوه في الفيديو ده، عشان الفيديو ده هيقعد كل ما تكبري تفتكري شعرك كده، وبعد كده لما ايمان تعملهولك افتكري كده عشان تخشي تتفرجوا انتوا الاثنين على شكلكم. جت هنا لتحقيق الاحلام. الشعر ده الشعريه دي خفيفه وضعيفه لو اتعملت بماده مش كويسه ومعلهاش فيتامينات وعليها زيوت، شعرايه هتبوظ. قلنا 1000 مره الزيت بيقوي الشعرايه، الفيتامينات بتقوي قلب ماما. بصي ايوه ايوه والله العظيم بخاف عليها قوي. بتقولي انا متابعاكي وبشوف الفيديوهات، اكيد كذابه. فرحانه انا جبتكم خلاص، انا جبتكم اشوف. بس يلا بقى نشوف هنعمل ايه. والله العظيم والله العظيم مش بقول كلام، ما فيش حد في المهنه دي بيطلع الحاجه بالازايز بتاعتها ولا حتى بيشرب زيت الجرجير كده ولا حد. بصي اهي الزيت والله العظيم اللي هتستخدمه للعيال شربته. والله عارفه ده معناته ايه؟ معناته ان هو امن جدا 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 على شعره. يلا نصلي على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم اجمعين. ويا رب يا رب بحق يوم الجمعه المبارك اللي تحطي لايك الفيديو دوت تكون عند الروضه الشريفه عند النبي في زيارته يا رب. تعالى اقول لك ان انا كنت مستحيل من سنين انزل فيديو زي دوت، واتطرح عليا كتير وانا رفضته، بس من كتر زن هاجر بنتي ماما انا نفسي شعري، وانتوا عارفين انا هاجر غاليه عندي ازاي وبخاف عليها جدا جدا، وانا اصلا كنت بعالج في شعرها من زمان والكل عارف الموضوع ده. الصراحه قبل ما اجيب ايمان والكلام دوت هي مش هتزعل منه، انا سالت اكتر من حد والله حلفوا لي واقسموا 100 يمين ان هم ما جابوهاش مره، جابوها مره واثنين وثلاثه. يا جماعه شعركم ما تقطعش، يا جماعه شعركم ما وقعش، قالوا لي والله بقالنا سنين معاها دي ما شاء الله، كمان طلعت البيبي هير وشعرنا تقل كمان عليها. فسالتها قالت لي ده انا واخده كورسات وبعالج الشعر وبعمل جلسات ترميم، فانا كان لازم اطلع بكل امانه وادعم ايمان من كل قلبي الصراحه. ما شاء الله بصوا كميه الفيتامينات والحاجات اللي كانت بتحطها لهاجر، فبقول لها ليه؟ قالت لي شعر بنتك من تحت ناشف جدا ولازم يتعالج، فكانت بتحط لها الحاجات دي كلها. توكلت على الله وعملتها. وانا بتكلم مع ايمان قالت لي ياسمين انا بروح المحافظات واخر الشهر ده انا رايحه هنا خط هنا وخط الصعيد. قلت لها ما شاء الله انت كمان بتسافري؟ قالت لي اه والله اكلي عيشي وبروح وبسافر، ده كمان لما بتجيلي اوردرات كتير في السعوديه بسافر. ما شاء الله اخواتنا اللي في السعوديه لو عوزتوا ايمان بجد فعلا بتتكفلوا بس بالتذاكر بتاعتها، ولو اكتر من حد بتروحوا وبتعمل لكم الجلسات الترميم دي كلها. شعر هاجر ابهرني والله ما هقسم بالله تاني، الحلفان ملوش لازمه، الفيديو موضح نفسه. الحلو كمان في الموضوع ان هي خلصت بسرعه، البنات فعلا ما خدوش وقت خالص معاها. بنتي فرحانه جدا جدا جدا، دخلت استحمت وغسلت شعرها بعدها باكتر من يوم ما شاء الله والله، وانا بسرح لها لا شعرايه وقعت ولا حاجه، والشعر حرير زي على فكره. هي في الفيديو ده هنا كانت غسلته، قالت لي عشان اثبت لك قبل ما امشي انا هغسل شعر البنات، وراحت غسلته بالميه والشامبو وراحت مسرحاهم بالفرشه بس احنا ما سجلناش الحته دي. ما شاء الله زي ما انتم شايفين. رقم ايمان عندكم على الفيديو، انا بدعمها من خلال صفحتي وبقول لكم اعملوا جلسات الترميم واعملوا شعركم عندها بكل امانه، وان شاء الله باذن الله يا رب الكل يبقى فرحان فرحه جوجو وفريده كده. اشوفكم على خير، دمتم في امان الله.